طيب ومن تاني رجعنا نعمل فيديوهات على القناة، وكان من المنطقي جدا ان بعد الغيبة الطويلة دي لما ارجع اتكلم عن اكتر انمي انا بحبه وهو هانتر اكس هانتر، وزي ما اتعودنا هنا على القناة بالدبلجة العربية. احنا دلوقتي وصلنا للحلقة ال 116، ومن ساعة اخر حلقة اتكلمنا فيها عن الدبلجة بتاعت هانتر اكس هانتر اتغيرت حاجات كتير قوي واتقدمت شخصيات تانية كتير، وفي حاجات المفروض نتكلم عنها. ابتدى يخش معانا كاركترز زي الحراس الملكيين، زي نوف وموراو، زي ناكل وشوت، وابتدت ادوارهم توضح اكتر. فبدل ما كانوا ظهروا بجمله او بجملتين في الاول، دلوقتي بقى ليهم دور كامل، وابتدينا نقدر نتكلم عنهم بشكل كافي. فخلونا بدون اي مقدمات نخش على طول. طيب وخلونا قبل ما نخش على الاصوات نتكلم عن حاجات مهمه جدا جدا في الانمي، وهي الاعداد وهي الاشراف الفني. بالنسبه لي كل حاجه في بدايه ارك النمل ده كانت 10 من 10. في بعض حجب لبعض المشاهد العنيفه، لكن تم ترك بعض المشاهد التانية المهمة جدا واللي ما كنتش متخيل انها هتترك على قناة سبيس تون او على تطبيق سبيس تون جو. الاعداد حلو جدا، والجمل حلوة ومهمة، واسامي المهارات حتى مطابقة جدا، واسامي الشخصيات مطابقة جدا، الا بعض التغيرات اللي ما فهمتهاش بصراحة، زي مثلا فلاتر بقت فورتا، بروفودا بقت ديفودا. فتغييرات معينة مش فاهم قوي غيروها ليه، لكن سابوا حاجات تانية وسابوا كل حاجة تانية. الحاجات اللي كانت بتخلي ارك النمل مهم ومرعب ودارك وظلامي وشبابي تم تركها زي ما هي، وده شكرا جدا 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 لعملية الإعداد وللشخص القائم على عملية الإعداد. ويمكن حاجة على الجنب كده إن الكواليتي الصوتية بقت أكثر قبولا على ودني، حاسس إن بقى في عملية ميكساج أو عملية تسجيل أكثر نقاء، وده شيء حلو جدا. وعلى قد ما الناس ممكن تشوف إن هو مش مهم، لكن لا، هو فعلا مهم جدا، بيؤثر على المتعة السمعية. لكن طبعا انتوا مش جايين هنا عشان نتكلم معاكم على عملية الإعداد والإشراف والإخراج، احنا جايين هنا نتكلم عن الدبلجة والأصوات. طيب وبدون أي مقدمات كتير، أهم صوت المفروض نتكلم عنه هنا هي شخصية جون فريكس بأداء الفنانة أمل حويجة، أو كما قالت الفنانة أمل حويجة: أنا الصياد جون فليكس. ايوه، جون فليكس مش جون فريكس. طيب خلونا نروح من النقطة دي، لأن أنا أقول لكم رأيي في الدبلجة وتقييم العام في الدبلجة. أيوة، هسبويل عليكم الموضوع بدري. تقييم العام لدبلجة هانتر إكس هانتر حتى الآن في الحلقات كلها 10 من 10. بس ثانية واحدة، لما نحط شخصية جون في الحسبة الدبلجة بقت 8 من 10. ليه؟ لأن شخصية جون هي الشخصية الأهم، لأن شخصية جون هي بطل الانمي، البطل اللي احنا معاه من الحلقه رقم 1 لحد الحلقه 116. فان كانت الفنانه ما قدرتش تذاكر الشخصيه على مدار 116 حلقه، مفيش عذر. مشاهدين ومتابعين مركز الزهره والفانز والمعجبين بيقولوا معلش كتر خيرها كتر خيرها، فنانه كبرت في السن. لا، موضوع الكبر في السن ملهوش اي علاقه. عندنا ماساكو نوزاوا مؤدية صوت جوكو اليابانية بتعمل كمية صرخات مش طبيعية وهي عندها فوق ال 80 سنة. شخصية جوكو دي مؤدية الصوت بتاعتها ست أكبر بكتير في السن من الفنانة أمل حويجة. بل إن الفنانة أمل حويجة ذات نفسها في الحلقة بتاعت هانزو لما كسر دراع جون عملت صرخات كويسة جدا. أقول لك استسلم. لن أستسلم لا. وفي الحلقة اللي ظهرت فيها في أنمي أساطير في قادم الزمان برضو عملت انفعالات كويسة جدا. فالفنانة أمل حويجة عندها ده. هل هي بتستسهل؟ هل المشرف مش قادر يقول لها؟ ما اعرفش. بس بصراحة في المشاهد العادية صوت الفنانة أمل حويجة وأدائها على شخصية جون بالعكس هو في تطور وفي علو مستمر جدا 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 جدا. لكن احنا في انمي شونن، احنا في انمي قتالي، احنا في انمي شبابي. بالنسبة لي شخصية جون في الحلقة 116 كانت مهزلة بكل المقاييس. زي ما قلت لكم احنا انمي شبابي وفي انمي قتالي، وفي مشهد بالذات لازم يطلع كما يقول الكتاب، لازم يطلع كما تقول المانجا، لازم يطلع زي ما المؤلف عايزه، زي ما الياباني عملوه، زي ما كل الدبلجات عملت له ووصلت للمشهد ده. وعشان نكون منصفين في الحلقة 116 الجونز ريج والغضب بتاع جون الفنانة أمل حويجة قدرت تجسد مشاعر الغضب ومشاعر الحزن شوية. هذا ليس عدلا. لماذا تساعدينها بعد كل ما فعلته بكايتو؟ جون، لكن المفروض جون ما كانش مجرد شخصية غاضبة وحزينة، جون كانت شخصية مكسورة. جون كان بيبريك اب، كان بيلوز هيز مايند. جون ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه وكان مركز على حاجة واحدة بس،
الفنانة أمل حويجة ما قدرتش تجسد المشاعر دي خالص. هي قدرت تجسد شخصية غاضبة، تمام، قدرت تجسد شخصية حاقدة، مش الغضب مش الصراخ، هي قدرت تجسد شخصية من دماغها. تقريبا هي ما كانتش شايفة الفيديو، وتقريبا المشرف كمان ما كانش شايف الفيديو، فهي قدرت تجسد شخصية كويسة جدا. لكن لما جت المشاهد المهمة والمشهد اللي كلنا مستنينه ومستنيين الدبلجة علشانه من الحلقة رقم 1 لحد الحلقة رقم 116، وهو مشهد الناند دايو، ودي الناند دايو بتاعت الفنانة أمل حويجة. لماذا؟ لماذا؟ ملهاش علاقة بقدرة الفنانة أمل حويجة. الفنانة أمل حويجة ممثلة عظيمة جدا، وحتى في شخصية جون ما زالت بتعمل حاجات كويسة، وحتى في أرك النمل ما زالت بتعمل حاجات كويسة، بل إنها حتى في المشهد ده ما زالت بتعمل حاجات كويسة. كيلوا، موقفك ليس كموقفي. حافظت على هدوئك لأنه لا صلة لك بالأمر. بس كام اون، احنا في انمي شونن هنا، احنا مش في مجرد انمي سبيستوني، احنا هنا بنحكم على دبلجة عمل شبابي جدا، مش مجرد عمل نوستالجي على قناة نوستالجية فيكفينا كده. في ناس كتير قوي اول مرة تشوف العمل هتشوفه بالدبلجة العربي. انا واحد شفت العمل قبل كده 4 5 6 مرات بالدبلجة الانجليش وبالدبلجة الياباني وبالدبلجة فرنساوي في بعض الاحيان، وشفت الايطالي. اطلعت على حاجات كتير قوي، فمشاهدة العمل ده بالنسبة لي بعد كل المرات دي، تمام الدبلجة العربية مش هتأثر عليه، لكن حرام جدا 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 اللي دخلوا على الدبلجة او اللي دخلوا على العمل لأول مرة بالدبلجة عربي يبقى ده انطباعهم عن شخصية جون ناقص، فيه حاجات ناقصة جدا. الرسمة بتقول بعض الحاجات والدبلجة بتقول حاجات تانية خالص، فده غلط جدا. طيب وبعد ما خلصنا كلام عن شخصية جون، نيجي دلوقتي نتكلم عن كل الإيجابيات، لأن الباقي كله بالنسبة لي إيجابيات. وكان شخصية جون أو كان انفعالات الفنان أمل حويجة في شخصية جون هي العيب الوحيد بالنسبة لي. تعالوا دلوقتي نتكلم عن كاركتر مهمة جدا، وهي شخصية كيلوا اللي كانت معانا من البداية بأداء الفنانة أميرة حذيفي، ودلوقتي بقت بأداء الفنانة غادة عمر. وخلوني أقول لكم أنا عجبتني جدا 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 الفنانة غادة عمر. الفنانة غادة عمر قدرت تتقمص الشخصية الولادية بتاعت كيلوا، قدرت تتقمص مشاعره، قدرت تتقمص انفعالاته، وقدرت تديله من روحها أداء ونبرة مناسبين جدا جدا جدا، مش لأداء سبيستوني من خيالها، بل لشخصية كيلوا بتاعتنا اللي احنا عارفينها واللي احنا متعودين عليها. وبرضه احترمت الإرث اللي تركته الفنانة أميرة حذيفي لشخصية كيلوا، وقدرت تتعامل مع الشخصية دي ككونتينيويشن للشخصية والمشاعرها والانفعالاتها، مش بس كحاجة جديدة هي بتقدمها، لا هي ذكرت اللي الفنانة أميرة حذيفي عملته وقدمت الشخصية كما تقول المانجا بالظبط. فخلوني أقول لكم بصراحة، وده ممكن يكون unpopular opinion، لكن ترتيبي لمؤديين أصوات شخصيات كيلوا هي الفنانة أميرة حذيفي، الفنانة غادة عمر، وبعد كده الفنانة لينا ضوى. بالنسبة لي الفنانة غادة عمر ادتني كيلوا أحلى واوقع ومنطقي اكتر من الفنانه لينا ضوى ادتهوني، وكامل الحب وكامل الاحترام للفنانه لينا ضوى اللي لو رجعت قدمت كيلوا ما كنتش هبقى مانع خالص. نذهب؟ إلى أين نذهب؟ إن سألته الآن فلن يوقفني أي شيء، لا يمكنني التراجع. وخلوني دلوقتي اكلمكم عن شخصيه زاد احترامي وزاد اعجابي بيها جدا 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 على مدار الحلقات، وهي شخصيه مروم باداء الفنان ايهم عباسي. مش هقدر اتكلم عن الشخصيه دي كتير، كل اللي هقدر اقوله لكم اسمعوا معايا. لا ليها مشاهد جدا تحترم، وليها مشاهد جدا كويسه، وانفعالاتها لايقه جدا 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 على شخصيه ملك النمل مروم. لنغير المكان، نحن لن نتقاتل هنا، فهذا أفضل لي ولكما. أجيبا، هل توافقان على ذلك؟ بصراحة كانت شخصية مهمة جدا جدا، والممثل قدر يديها كل حاجة، وأنا مش عايز حاجة أكتر من كده ولا أقل من ملك النمل، من شخص بيؤدي ملك النمل مروم، فشابو الفنان أيهم عباسي. وشخصية كمان مهمة جدا جدا بما إن احنا اتكلمنا عن مروم، وهي شخصية نترو بأداء الفنان مروان فرحات. كنا اتكلمنا عن الشخصية دي قبل كده، وكنا اتكلمنا عن أداء الفنان مروان فرحات ليها، وما زال هو بصراحة مستمر في إبهاري وفي
اعجابي بطريقه كلامه وبطريقه تاديته لشخصيه نيترو، وشايف دلوقتي ان كان هو الاختيار المناسب والامثل لان هو يؤدي شخصيه زي دي. ظهرت بعض الحاجات لنيترو وظهرت بعض المشاهد ليه وبعض الدلالات والامارات على المشهد اللي كلنا طبعا مستنيينه. فبرافو الفنان مروان فرحات، طبعا الفنان المفضل بالنسبه لي ورقم واحد في كل المدبلجين اللي موجودين في الوطن العربي، بل كل المدبلجين الموجودين في العالم. توقعت كثيرا من ردود الفعل والهجمات، إلا أن حركتها ضعيفة. إنها نملة. وبما ان احنا اتكلمنا عن الفنان مروان فرحات، فخلونا نتكلم عن الشخصيه التانية اللي بيأديها، وهي شخصيه الحارس الملكي يوبي. اختياره لنبرته في شخصيه يوبي فاجئني جدا بصراحه وعجبني جدا، وهيبقى فيه سكريمات والفنان مروان فرحات حتى الان في اللي ظهر من صراخ لشخصيه يوبي عجبني جدا ومناسب جدا. لماذا لا يؤثر هجومي فيه؟ ما هذا المخلوق؟ لا تهرب، أجبني. ما هذا الشيء؟ وزي ما احنا اتكلمنا عن شخصية يوبي، تعالوا دلوقتي نتكلم عن بقية الحرس الملكيين بوف وبيتو. الاتنين بصراحة حتى الآن مستمرين في إبهاري وفي إعجابي جدا ومناسبين جدا وما فيهمش غلطة واحدة، بل إن الفنانة وسام ونوس في شخصية بيتو أبهرتني جدا وعجبتني جدا 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 في الحلقة 116 قدام شخصية جون، وخوفها وحمايتها الكوموجي خلتني أعجب جدا بأداء الفنانة وسام ونوس. وكذلك شخصية بوف بأداء الفنان فادي الحماوي كان برضو جايب كل جوانب الشخصية، وكان هو الاختيار الأمثل والمناسب لشخصية بتتكلم بالطريقة دي والشخصية بتتكلم بالأسلوب ده والمشاعر دي. فبرافو جدا للفنان فادي الحماوي زي ما برافو جدا للفنانة وسام ونوس. وتعالوا نسمع مع بعض حاجات عجبتني من أداء الحرس الملكيين الثلاثة. توقف مكانك، سأفعل أي شيء تأمرني به، ولكن انتظرني. علي أن أنقذ هذه الفتاة مهما كلف الأمر. أنت وضيع أكثر من الحشرات. عليك ألا تتوقع شيئا من نفسك، وألا تتوقع شيئا من الملك تجاهك أيضا. طيب ومعنا شخصيات مهمة جدا ظهرت زي شخصية موراو وزي شخصية نوف، مش نوف. ما علينا هنعدلهم النقط دي لأن الاختيارين بالنسبة لي كانوا ممتازين جدا جدا جدا، سواء الفنان مرتضى أو الفنان أسامة جنيد. طيب وتعالوا نتكلم عن شخصيات كانت متفرقة وموجودة في العمل، زي شخصية إيكارجو الأخطبوط اللي كان بأداء الفنان طالب الرفاعي وبقى بأداء الفنان سامر الجندي، وبصراحة ده كان مقدمه كويس جدا وده كان مقدمه كويس جدا وما فيهوش غلطة بالنسبة لي. شخصية فلاتر بأداء الفنان محمد مصطفى، شخصية ميلورون بأداء الفنان برضه محمد مصطفى، شخصية ويلفن، شخصية بروفودا، كل الكاركترز دي حتى الآن كانت مقدمة أدوار كويسة جدا والدبلجة بتاعتها عجبتني جدا جدا جدا. ده كان رأيي في الدبلجة وفي عملية اختيار الأصوات، ولسه معانا حلقات تانية لحد انتهاء أرك النمل، وبعد ما أرك النمل كله يخلص هنبقى نرجع نتكلم سوا وندردش سوا عن الدبلجة من تاني ونشوف ايه الحاجات الجديدة اللي ظهرت وايه المشاهد المهمة اللي احنا مستنيينها. لكن خليني أقول لكم على حاجة كانت مضايقاني شوية في أرك النمل، لأن الأرك ده ليه إحساس معين، ليه طابع معين، كان نفسي جدا 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 يسيبوا الاندنج بتاعت هيوري التاي، وكل شوية بتشتغل الموسيقى وبتهيئك لأن الاندنج خلاص جاية، وبعد كده يخشوا تاني على أغنية البداية اللي احنا متعودين عليها من الأول. تمام، مش عملية تبوظ الدبلجة ومش عملية تبوظ متعة المشاهدة، لكن معلش حرام تحرموا المشاهدين الجداد من ان هم يشوفوا العمل بيختم بالأغنية دي، لأن دي مهمة جدا، الإحساس ده والأغنية دي مهمة جدا 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 في أحداث أرك النمل. معلش فرق شاسع ومهم جدا، وأغنية لازم تتعمل ولازم تتجاب، بس برضو مش هقول ان هي من عيوب الدبلجة يعني. بس كده، ودي كانت كل حاجة عندي اقولها في الفيديو بتاع النهاردة. معلش غبت عنكم كتير، كانت عندي بعض الظروف الخاصة بالجيش وبعض الظروف الخاصة بالمكان المحيط بيا، وحاجات كان مخلياني مش قادر اسجل، مش قادر اصور،
يمكن حتى في بعض الاوقات ما كانش عندي الشغف ان انا ابتدي اعمل كونتنت لحد ما قريت كومنتات لناس منكم وردود فعل لبعض الناس على منصات مختلفه خلتني بصراحه لا حابب ان انا اعمل ده. وطبعا بعد اداء الفنانه امل حويجه في شخصيه جون في المشهد المهم كان لازم لازم كان نتكلم ونرجع تاني نعمل فيديوهات. فان شاء الله من هنا ورايح مش هنقطع القطعه الطويله دي ومش هنغيب عنكم تاني الغيبه الطويله دي كلها، وهنرجع تاني نتكلم عن احداثنا المفضله وحاجات مهمه عايزين نتكلم عنها. واستنوا في الفيديو الجاي ان احنا ان شاء الله هنتكلم عن شارات البدايه او الاغاني عموما اللي سبيستون بقت تعملها، لان احنا عندنا كلام مهم جدا. ولان على قد ما الناس كتير ممكن تقول ان هي حاجات مش مهمه، لا للاسف هي حاجات مهمه ومهمه جدا 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 كمان، وبتفرق في متعه المشاهده. فهنبقى نتكلم عن ده في فيديو، وهنبقى نتكلم عن مراجعه لدبلجه بعض الاعمال اللي نزلت الفترة اللي فاتت على سبيستون واللي كانت كويسة جدا واللي كانت بعض الأحيان مش كويسة. فهنتكلم وهنقول آرائنا في بعض الحاجات، ونرجع تاني أقول لكم دي كانت كل حاجة عندي أقولها في الفيديو بتاع النهاردة. ما تنسوش تسيبوا لي رأيكم في الكومنتات، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.